أحلى صوت محرك بالدنيا هو صوت الفيتن والروتوري. عفوا الفيتين، لأن الموضوع اليوم بخصوص الديناصور المنقرض الروتوري انجن. زين بالله تعال، هو ليش انقرض؟ لأن يلوث الجو يطلع دخان هواي. ليش؟ لأن طريقة التزييت خايسة. ليش؟ هاي المرة ركز وياي. باوع، روح شوف الفيديو أول شي مال آلية العمل وبعدين تعال كمل. هذا المحرك يحتاج تزييته، خصوصا بهاي المناطق اللي يسمونها ابيك سيلز، حتى ما تتآكل من الحركة وبعدين تبدلها. المشكلة شلون تزيت هيك محرك؟ الحل الوحيد انك تحقن زيت داخل المحرك عن طريق فتحات بالبلوك. طريقة التزييت بهذا المحرك تعبانة، لأن الزيت من ينحقن راح يندخل لأنه الزيت من راح ينحقن راح يختلط ويا الهواء والبنزين، وقسم من الزيت راح يوصل للأبيك سيلز وتتم عملية التزييت، والباقي يحترق، ومن يحترق الزيت راح يطلع دخان. هسه عرفت ليش الروتر يشرب نرجيله، وبما انه التزييت تعبان راح تتآكل الأبيك سيلز بسرعة، وهو من اصلا الروتر الار بي ام مالته عالي وكملت السبحة. وكانت اخر سنة له ب 2012 بسيارة المازدا ار اكس 8. ومشكلة المحرك الجوهرية اللي خلته يتوقف باعتقادي هي التزييت، بغض النظر عن صرفيته للوقود. يمكن LS 3 او 4 من عنده، وحتى حسناته ما تشفع له، مثل الدورة الوحدة بالروتر وتصير بها 3 احتراقات، حتى الار بي ام يزيد، وخفة وزنه وصغر حجمه وقلة اجزائه وصوته. واتوقع من حسناته الهواي طلعت له سيئة تكسر الظهر. عموما محرك السلندر يبقى احسن، بس لو ما عيب التزييت بالروتري اقول الروتري احسن. مع ذلك اكو ناس مستعدين يزيتون المحرك بدمهم. يا اخي محرك ينحب يعني مو بيده. شباب معلومة، ترى 90% من الكلمات اللي احكيها بالفيديو انا مسوي لها شرح. دور على الحلقة، اذا ما لقيت اقعد بعدين علق لي، مو تجي قبل تعلق ويا الحلقة موجودة. ترى والله سالفة غث.